باخد كورس في الأكاديمية البحرية مع دكتورة مها ديجيتال ماركتينج. ودي كانت البداية مع طلابنا. الأسئلة كلها أول ما بسأل الدكتور على طول كانت بتجاوبني عليها على طول، دايما في إجابة. في دبلومة الديجيتال ماركتينج رحلتنا بتبدأ بأننا نفهم الديجيتال ماركتينج بروسيس من A to Z. بنبني الباير بيرسونا صح، وبنرسم الانباوند والاوت باوند ماركتنج استراتيجي بشكل مظبوط. ازاي اعمل بروموشن وازاي احط بلان، واستفدت برضه ازاي ان انا اشوف الكومبيتيتورز بيعملوا ايه واعمل اناليسيس ازاي عشان خطتنا تبقى مبنيه على الارقام. بنتعلم نبني الماركتنج فانل بشكل مظبوط جدا، ونحلل المنافسين صح. ازاي تعمل كونتنت، ابدا احط البلانز بتاعتي فيسبوك، تيك توك، انستجرام، يوتيوب. مش بس بنعرف ازاي نتعامل مع السوشيال ميديا بلاتفورم، احنا كمان بنكتشف خبايا الالجوريزم عشان محتواك يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. بنبدا ناسس الصفحات بشكل احترافي جدا باستخدام البيزنس مانجر، وبنربط كل شغلك بسيستم واحد. عشان اعرف اقرا الانسايتس، اشوف الادز بتاعتي ازاي، اعرف اتحكم في الميدا بزنس سوت، سواء لو انا شغال في الشركه او سواء انا في البيزنس بتاعي. بعد التاسيس بندخل انديب جدا وبنفهم اسرار الفايرال كونتنت، وبنعرف ليه في بوست بينجح والتاني لا. هنا بنحول كل الافكار لكونتنت ماركتنج استراتيجي متكامله بتضمن لك ان انت تفضل موجود على السوشيال ميديا بشكل مستمر وبجد كرييتيف جدا. نسوق اي برودكت، ازاي نعمل بلان ليها، ازاي نعمل كالندر ليها. وعشان نسهل عليك الكتابه بنستخدم فريم وركس وتمبلتس عالميه بتخلي كتابه المحتوى اسهل واسرع بكتير جدا. ازاي احط الكونتنت بلان واحط الكونتنت استراتيجي اللي انا عايز اشتغل عليها. ولاننا في عصر الاي اي اتعلمنا ازاي نستخدم الاي اي تولز بشكل احترافي جدا عشان يطلع لنا محتوى يفايرل من اول دقيقه. والمستقبل حاليا هو الاي اي، وفعلا اسهل بكتير. قدمنا كذا حتى ابلكيشن. التطبيق العملي عندنا اساس، بنجرب بايدينا ازاي نعمل ريلز وبوتس بهوك قوي جدا جدا يشد العميل من اول ثانيه. استفدت مع دكتوره مها ازاي اعمل بلانز الماركتنج بتاعي من اول الاستراتيجي اناليسيز على البروجكت اللي انا عايز اعمله. وعشان الصوره تكمل بنعلمك اساسيات الفيجوال ايدنتي ومتطلبات التصميم اللي بتخدم البراند. انا استفدت منه في حاجات كتير قوي، كرييتيف والفيجوالز، سواء مثلا كلر بالانس او الحاجات دي. هدفنا انك تعرف تكونتاكت مع المصممين والديزاينرز اللي بينفذوا لك كل شغلك بشكل احترافي جدا. وبعد كده بقى خدناها بقى عملي، لان استخدمنا بقى اللابتوب. ولان اكيد التدريب بيكون عملي، الطلاب بينفذوا كل الفيجوالز بايديهم بشكل عملي في استخدام كل الاي اي تولز اللي اتعلمناها مع بعض. بعد ما جهزنا الصفحات والمحتوى والفيجوالز اللي هنستخدمها على كل البلاتفورمز، دلوقتي بيجي وقت المكنه اللي بتحول كل ده لمبيعات حقيقيه، الاعلانات المموله. كمان في كام حاجه كانت بالنسبه لنقطه ميتا كانت واقفه معايا وهي اللي ساعدتني فيها. استفدت ازاي اعرف اعمل كرييتيف، ازاي اقرا الانسايتس عامه، ازاي اعمل ادز. بدأنا نتعلم ايه دور الميديا باير الشاطر من الاول خالص، من اول التخطيط للتنفيذ. اتعلمنا ازاي نحدد التارجت اودينس بشكل مظبوط جدا. يعني في جوجل كان مش عايز اعمل اعلان، عرفت ازاي نربط كل حاجه ببعضها. بنظبط البادجت والاد فورمات، وبنتعلم ازاي نحط لنفسنا كي بي ايز ونطلع الريبورتس بشكل مظبوط يخدمنا في شغلنا كميديا بايرز ويوجه البيزنس اونر بشكل مظبوط. عشان اعرف اقرا الانسايتس، اشوف الادز بتاعتي ازاي، اعرف اتحكم في الميدا بزنس سوت. بدأنا نربط البكسل ونحلل كل ارقامنا واداء مبيعاتنا ونشوف البرفورمانس هيوصلنا لايه عشان نعرف ناخد القرار المظبوط قبل ما نصرف جنيه على الارض. كل ده كان خطوه ورا خطوه، فاستفدنا كتير. ميزتنا ان كل ده بيتقدم بتطبيق عملي من اول محاضره على مشاريع حقيقيه. انا بحب تيشيرتات الكوره ومجال شغلي سبورت مانجمنت والحاجات على السبورت. وبنجاوب على كل الاسئله لان اسئلتك هي دي اللي بتبني خبره حقيقيه. الاسئله كلها اول ما بسال الدكتور على طول كانت بتجاوبني عليها على طول، دايما في اجابه. لا استفدت حاجات كتير قوي بصراحه، كل مره كنت بستفيد حاجه بتضيف لي معلومه، ما كنتش بمشي من المحاضره غير لما بيبقى اضاف لي حاجه. يعني بجد الكورس كان كويس قوي وفادني في شغلي. اتبسطت جدا في الاكاديميه وفي الشغل فيها. انت كمان ممكن تتعلم كل ده واكتر لو حجزت دلوقتي في الراوند الجايه من دبلومه الديجيتال ماركتنج في الاكاديميه البحريه.